السلام عليكم صديقاتي، كيفكن؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا كليكم بألف خير وصحة وعافية. هلأ هذا الفيديو متنوع، يعني ما بين ضبضبة لغرفة ابني وبنتي وما بين إغراض للبيت وهيك. وبدي أحكي عن شغلة حابة أحكي فيها. هلا هو شهر رمضان صار على البواب يعني، ففي مسألة كتير عم شوفها، أكيد كل واحد هو ذوقه يعني، بس في مسألة التفريز والتتليج للأكل للأشياء يعني تجهيزا لشهر رمضان. هلا أنا كذوقي يعني كرأيي الخاص، في اشياء بتتفرز وفي اشياء لا. يعني انا مثلا عم شوف ناس، اكيد مع احترامي لكل الاراء ولكل الناس يعني، مثلا في ناس عم شوفها عم بتثلج باذنجان، كوسة، يعني كل الانواع الخضرة. هلا انا برأيي الخاص في خضرة بتتثلج، في خضرة لا. يعني مثلا الفليفلة ممكن تتثلج، بس الكوسة اذا اتثلج بيروح طعمته، او العكس صحيح. يعني في اشياء مثلا مثل الذرة معلبات، مثل الفطر. هلا حتشوفوا بالفيديو انه انا مثلا جبت كمية كبيرة فطر وثلجت اجزاء منه. عندكم الجبنة، الثوم مثلا، بس في قصص تانية لا ما بتتلج، ما بحسها بتتلج. هلا في قصص تانية مثلا انا عامليتها كمون، يعني كتموين، مثل البندورة المهروسة عامليتها انانة. يعني الفليفلة كمان نفس الشي، دبس فليفلة. في امور بتتلج، بس في امور بالنسبة الي لا، يعني بحس بروح طعمتها. واصلا يعني اذا عملتيها ما بتاخد كتير معك وقت، يعني أنجأ إذا فتي قبل بنص ساعة على المطبخ بتكوني مخلصيتها، يعني ما بدها هالوقت الكبير. هلا هون كنت مخلصة غرفة ابني. هلا يمكن حدا ما تعجبه الغرفة، بس أنا كتير بحبها. هي هيك مهضومة وحطيت له ألعابه ومرتبت له هي، ومتواضعة يعني بسيطة. هون كنت رايحة أجيب الأغراض للبيت، كان عندي كم غرض بدي أجيبهم للبيت. فاستغليت المنظر كتير كان حلو، والطقس كان كمان كتير منيح، بس رجع على بعشتها يعني كالعادة. وهيك طمنوني عنكن، خبروني شو عملتوا لشهر رمضان، شو سويتوا، أه شو فرزتوا. هلا أنا كمان بفرز قبل بشهر رمضان شوي بحب أعمل سمبوسك أو رقاقة جبنة، نحنا منقلن. وبحب أعمل كباب مقلية، هدول كتير بحب تلجن، يعني بخلص للقلي جاهزين. بس انه طبخ وما طبخ وحط بالتلاجة لا، يعني هيدا بالنسبة إلي، يعني هيدا رأيي الخاص. وعذر أنا صوتي شوي تعبان، بس لأنه بعدني لهلأ تعبانة. وما تنسوا إذا بتحبوا فيديوهات وحابين تدعموني لتكبر قناتي، تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وتدعموني بشي كومنت حلو منكن. هلا هون وصلت، هي الطعمية فيها كل شي تقريبا، يعني فيها لحمة ودجاج وكل شي، مش انه بس التموين، يعني فيها كل شي وكتير نظيفة. يعني انا جايبة من عندها كذا مرة ومجربة يعني. وعندي هون البازلاء اكيد لانه اكلتنا المفضلة، وبدي استغل قبل شهر رمضان انه اعمل طبخ، لانه بتحسوا بشهر رمضان يعني بازلاء ويخني هيك نحنا يعني ما كتير بنتقبل، يعني اكتر شي بنركز على قصص تانية خفيفة على الفطور، ما بتضايق الواحد. هلا هون كان في كتير انواع معلبات، بس رجعت لمدى الشتورة لانها كتير طيبة وسعرها منيح. هون بسرعت. أنا بعمل تعزيلة قبل ما أحط أغراض، لأنه بحب خلص إنه بس أحط الأغراض كون كابي اللي بده كاب ونطفي البراد كتير منيح، إنه خلص هيك أحسن. يعني أنا كل أول شهر بعمل تعزيلة، بس أكيد يعني من ضمن الشهر بعمل مثل تمسيحة خفيفة للبراد، يعني إذا وقع شي أو في شي مهرهر أو شي. فهون كنت عم بستعمل ملمع الازاز، وبس خلص انا بحط ما مبين بالفيديو، بس انا بحط شوية خل كرمال تروح كل الروائح، والخل دغري ريحته بتطير، يعني ما بتبقى بالبرد بتعلق.
هون خلصت بلش الترتيب على السريع. هلا انا ما بعرف اذا في حدا مثلي دبس الفلفل والبندوره كله بحطه بالبراد. بحس انه بيتحافظ عليهم لمده اطول يعني ما ينتزعوا. خلصت هون بلشت ترتيب بالمعلبات. انا عندي هيدي بتفتح وبتسكر، بحط عليها جميع انواع المعلبات يعني كتير مريحه. خلصتهم كلياتهم، خلصت كل اموري. بلشت لحتى اجهز الفطور اللي قلت لكم عنه انه انا بتلجه بعمله على كذا طبخه. هيدي ماما علمتني اياها الله يخلي لي اياها. بعمله على كذا طبخه يعني وبتركه بالثلاجه، بس بدي اعمل اي اكله فيها فطور بطلع منها يعني الوجبه. هلا هيدي الطريقه انا بعتمدها اذا في حال بقي عندي فطور زياده، بس طلعت هيك هيدا الفطور كتير طيب، مش دعاية أكيد. وأكيد سعره وفير وبيعملكم كذا طبخة يعني مش بس 2، بيعمل 3 4 5 حسب كل واحد قد ايه كمية الفطور. وأنا كمان في شغلة إنه أنا بحط البيض بالبراد حتى لو كان في سقع، أنا بحب خلص يضل محفوظ بالبراد. فبس خلصت بلشت بالبيض. وهيدا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. وكتبولي شو بتحبوا نزلكم بعد فيديوهات عن شو يعني. وبأمان الله حبيباتي.